الساعة كانت 5 الفجر، والدنيا لسه ما طلعتش شمس، والفلاحين بيبدأوا ينزلوا الغيط. سعيد كان ماشي لوحده، وفجأة سمع صوت عياط طفل جاي من وسط الزرع. وقف وركز، الصوت واضح، طفل بيعيط بجد. دخل جوه الغيط وهو بينادي: مين هناك؟ العياط وقف فجأة. سعيد وقف مكانه وقال يمكن حد خد باله وهد الطفل. لف عشان يطلع، العياط رجع، بس المرة دي وراه. لف بسرعة، مفيش حد. القلب بدأ يدق جامد، بس الصوت كان بيعيط بطريقة تقطع القلب. قرب تاني، والعياط بقى أهدى لحد ما تحول لكلام: الحقني. سعيد اتجمد. الصوت بقى أوضح، بس الصدمة إن الصوت كان طالع من تحت رجله. بص على الأرض، لقى التراب بيتحرك، كأن في حاجة مدفونة تحت وبتحاول تطلع. رجع لورا بسرعة، بس الصوت بقى صريخ: سيبني أطلع. سعيد جري وهو مرعوب وما بصش وراه. تاني يوم رجع مع رجالة البلد يحفروا المكان. ما لقوش طفل، لقوا هدوم قديمة وعظم صغير مدفون بقاله سنين. ومن يومها كل فجر نفس العياط بيرجع، بس المرة دي أي حد يقرب الصوت بيقوله: دورك. يا ترى لو سمعت العياط ده هتساعد ولا هتجري؟ لو القصة عجبتك اعمل لايك واشترك عشان تشوف اللي جاي.